مساء الخير على حبايبي الحلوين، وحشتوني قوي، وحشتوني كتير. في الاول كده هنصلي على النبي، نقول عليه افضل الصلاه والسلام. اللي بيشوفني لاول مره شجعني بشير واشتراك ولايك ودوس على زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. النهارده هعمل معاكم طريقه الكشري اللذيذه الجميله دي بطريقه جديده جميله. الكشري الاسكندراني بالعدس الاصفر، الرز بالعدس الاصفر، اكله اقتصاديه تنفع اخر الشهر بطريقه جميله جدا. وما تاكليش، ممكن ما تاكليش معاها لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه، كشري كده بس ينفع لاخر الشهر. اكله اقتصاديه وجميله جدا. هنشوف مع بعض بالخطوات هنعمل ايه. يلا حلوين، هنشوف مع بعض هنعمل ايه. معايا بقى اول حاجه كده جزرتين هنبشرهم. هنبشر الجزرتين كويس كده اهو. بشرت جزرتين شايفين. هتلاقوا طعم الرز اسكندراني، اللي هو الرز بالكشري بالعدس الاصفر، طعمه عسل. بصوا، ولا انسوا بقى الكشري اللي كنتوا بتاكلوه ده خالص. بالطريقه اللي انا هعملها لكم دي طعمه عسل عسل عسل. بصوا اهو شايفين. هنبشر بقى ايه تاني؟ وهنبشر بقى طماطمتين دول، يعني جزرتين وطماطمتين. بصوا مبشور كده. بصوا هم بشرت الطماطمتين اهو شايفين. وهنبشر ايه تاني هقول لكم. معايا كمان بصل تاني بقى، طماطمتين وجزرتين وبصلتين اهو شايفين. هنبشر اول بصلايه، كوبايتين رز مع كوبايه عدس. طبعا ما تيجي تعملوا المعيار اعملوا معيار الرز، ما تعملوش معيار العدس عشان ما يعجنش منكم. معيار الرز هتعايروا بكوبايتين الرز، هتسيبوا العدس مش هتعايروا الميه بتاعته. بصوا اهو. هنتعالوا شوفوا بقى على النار هنعمل ايه مع بعض. حطيت معلقتين كبار زيت ومعلقه سمنه. عايزين تحطوا زيت بس حطوا، عايزين تحطوا سمنه بس حطوا. فانا حطيت زيت على سمنه. وهنحط البصل بتاعنا يتشوح. انا عايزاه لونه يصفر بس، مش عايزاه يتحمر. عايز البصل بتاعنا يتشوح بس. كل الكشري بالطريقه دي هتدعوا لي جميل جدا جدا جدا. طبعا وجبه اقتصاديه، لا تنفع غدا او عشاء من غير اي لحوم ولا اي فراخ ولا اي حاجه. بصوا جميله جدا، تنفع اكلات اخر الشهر. شايفين. هنضيف عليه بقى الجزر وهنشوح برضو. هدوه طعمه جميل جدا 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 اهو. بصوا شايفين. هنجيب بقى الطماطمتين اهو وهنشوح برضو. شايفين اهو. اهو هنبدا بقى نحط الرز بتاعنا. هنبدا بقى نقلبه بقى مع بعضه كده، نشوحه مع بعض. هنبدا بقى نحط البهارات بتاعتنا. الملح حسب رغبتك انتي. نحط فلفل اسمر اهو. هنحط معلقه بابريكا. شايفين. اهم حاجه بقى اي بهارات، لو عندك توم باودر بصل باودر حطي.
معلقه كاري اهو، شايفين؟ هنحط 4 وحدات حبهان اهو، شايفين؟ وورقتين لورا. طبعا البهارات دي كفيله انها تخلي طعم الكشري جميل جدا اهو. وهنحط معلقه شطه، اللي بيحبوا الحراق شويه، اللي بيحبوا الحاجه سبايسي يعني يحطوا معلقه، يكتروا الشطه بقى براحتهم اهو، شايفين اهو. هنبدا بقى ايه، نحط معيار الميه بتاعتنا. انا هحط الميه عاديه مش سخنه، ميه بارده عادي. هنبدا بقى نحط بصوا اهو، شايفين؟ انا عامله كوبايه ونص عدس و3 كوبايات رز. بصوا اهو، شايفين اهو. هيطلع شويه بقى كشري اسكندراني طعمه عسل اهو، شايفين؟ هشرب الميه وهوريكم شكله ايه. الميه اتشربت خلاص وانا مغطيه عليه. بصوا لونه جميل وشكله جميل جدا ازاي اهو، شايفين اهو؟ بصوا شايفين اهو. اسيبه بقى ما يستوي وهنشوفه مع بعض. بصوا بقى جميله قد ايه، غرفته بصوا جميله قد ايه، طعمه اقسم بالله تحفه تحفه تحفه. بتاكل كده لوحده من غير اي حاجه، اكله اقتصاديه بتنفع اخر الشهر وجميله جدا جدا جدا. يا رب الحلقه بتاعتي النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى بشير واشتراك ولايك ودوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على خير، باي باي.